وفيه دليل على وجوب تكسير الأوثان والأصنام. ولكن من يتولى هذا التكسير؟ يتولاه من له الأمر، لأنه لو تولاه عامة الناس لحصل في ذلك مفسدة عظيمة، لكن يتولاه من له الأمر والسلطان. وهكذا كل الأمور العامة إنما يتولاها من له الأمر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان تدميرنا للصنم لا يترتب عليه مفسدة لأن السلطان عندنا يقول لا يبالي بذلك، فهل يجوز لنا أن ندمره بدون إذنه؟ لا، يلزم فتنة وشر، يبنونه أحسن مما هدمتم، ما يجوز هذا. السلطان ما يقدرون يبنونه إذا هدمه، لكن أنت يجون ويبنونه. نعم.